اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. من قناه روبي شانل، حط لايك واعمل سبسكرايب او اشتراك من زر احمر تحت الفيديو عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. النهارده هنعمل كده روتين خفيف، يعني مدة الفيديو اصلا مش حاجه خالص يعني، بس اقول لكم لان الاوضه دي على طول انا ايدي فيها فمش هناخد وقت يعني خالص. بما ان بقى ايه الجو بدأ يبرد كده والجو خلاص يعني دخلنا على الشتاء، فقلت بقى افرش كده مفرش جديد معاكم واوريهولكم، ونعمل كده روتين بسيط جدا جدا جدا. مش همسح ولا اعمل اي حاجه، لان هي بس اكتر حاجه في الاوضه دي عايزه تتروق ان انا افرش المفرش الجديد ده واكنس بس الغرفه، يعني مفيش اي حاجه تانية. الغرفه بقيتها كلها نظيفه يعني. هنا بقى بصوا بقى فرشة الدفاية، انتوا عارفين بقى ان الجو دلوقتي برد وخلاص ساقعة، فمينفعش ان احنا نفرش ملاية بس. طيب يا روبي، طيب ما انت جايبة في جهازك مفرش قطيفة، ليه مش هتفرشيه بقى دلوقتي؟ بصوا بقى، الجو مش ساقعة للدرجة اللي انتوا ممكن افرش حاجة قطيفة، بصراحة ما استحملهاش يعني. انا من النوع اللي بحرر يعني بسرعة جدا، وبزهق جدا من الحاجات التقيلة. ف قلت بقى افرش الدفاية الحلوة دي، حسيت انها لايقة على الطقم ده، يعني لايقة كده شوية، في نفس الوقت هتدفي الأوضة عندي وهتدفي الفرشة عندي. فدي بقى ايه، قلت دي هتليق عليها. تمام، انا كنت فرشة واحدة قبل كده. اما بالنسبة بقى لما افرش القطيفة هفرشه ان شاء الله بقى ايه في شتا يعني، لما بقى الجو يبقى تلج كده على شهر واحد ولا حاجة، هبقى اطلعه وبرضه واصوره معاكم واوريكم شكل المفرش القطيف اللي انا شارياه في جهازي. هنا بقى عايزة اقول لكم دي البطانية بقى دلوقتي هطبقها واحطها على السرير. و قلت حسيت كده ان لايقين على بعض يعني. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات. نيجي بقى هنا للغرفة. هنا الحاجات بس عايزة تتروق كده، يعني الشنطة دي تتحط في مكانها وكل حاجة كده تتظبط، يعني واحدة واحدة، ترويق بسيط جدا مخدش مني حاجة خالص. وشلت بقى السجاد، عايزة اشيله علشان اكنس الارض. لاني بافتح الشباك دلوقتي كل فترة كده، بافتح الشباك او كل يوم بافتح الشباك بالشكل ده كده علشان الأوضة تتهوى. وطبعا بقى بيبقى الشتا مقفلين وبطاطين بقى، فكل حاجة تبقى كده ايه ريحتها حلوة. كنست بقى الأرض، أنا كنت كنساها طبعا قبل ما أعمل الفيديو يعني، قبل ما أصور. وكنستها هي كنسة حلوة خالص، بقت بتلمع وبقت جميلة. هي مفيهاش بس بصوا غير شوية تراب بسيط قوي قوي يعني. هنا بقى بصوا هي كنستها وخلاص كده. وعايزة اقول لكم ده كده ايه الغرفة اللي عندي. وهنا برضو مسحت كده ايه التسريحة بتاعتي وحطيت الحاجات بتاعتي على جنب. وخلاص كده ده روتين بقى خفيف، علشان انتوا وحشتوني جدا جدا وبقالي كتير مش بصور فيديوهات. فاعذروني اعذروني زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. عندي شوية كده حاجات فمش عارفة اصور خالص، فادعولي ان الحاجات دي تعدي بقى على خير. بتمنى بقى الفيديو ده يعجبكم، هو فيديو خفيف كده وبسيط. حبيت اطمنكم عليا وانتوا كمان تكتبولي في الكومنتات وطمنين عليكم. و بتمنى الفيديو ده يجيب مشاهدات وتتفرجوا عليه للاخر. انا ما بحبش اطول الفيديوهات بتاعتي، لكن بتمنى ان انتوا تتفرجوا عليه وتقولوا لي رايكم. وعايزه كمان افكار لفيديوهات جديده تانية. وانا اسفه جدا لاي تاخير، وربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي.